تعرفي إن المية اللي حوالين الجنين بتتقاس حسب عمره؟ طب تعرفي إيه هي فوايدها؟ وإزاي تحافظي عليها؟ كل الأسئلة دي هجاوبك عليها، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. حلقتنا النهاردة حلقة مفيدة جدا، وهكلمكم عن مية الجنين. في الأول انت تعرفي ان مية الجنين عبارة عن سائل، وكمان بتتقاس حسب عمر الجنين. علشان كده كل ما تكون المية زيادة بتكون أفضل. وسبحان الله وتعالى، الجنين هو بيحافظ على كمية المية أثناء فترة الحمل، علشان الجنين بيقوم بعملية البلع ويخرجها عن طريق البول. ودلوقتي يا حبايبي هقول لكم فوائد المية اللي حوالين الجنين. بتحمي الجنين من أي خبطة في البطن أثناء الحمل، وكمان بتمنع عنه الأذى، وبتخلي الجنين معظم الوقت قاعد في الدفا. علشان كده إذا كان الجو حر أو برد الجنين مش بيشعر بحاجة. وكمان بتحمي الجنين من الإصابة بالعدوى، وبتطور الجهاز الهضمي والتنفسي عند الجنين من خلال عملية الابتلاع. وكمان بتحسن نمو عظام وعضلات الجنين، وده برضو من خلال حركته في المية أو في السائل. وبتسهل الطعام والأكسجين إنهم يمروا بكل سهولة من المشيمة للجنين. وآخر حاجة يا حبايبي هقولها لكم إزاي تحافظي على زيادة المية. اشربي مية وسوائل كتير، وأكلك يكون صحي من الخضروات والفاكهة، وتتجنبي إنك تشربي مشروبات مضرة بالبول. ولو عندك أي مرض مزمن أرجوكي التزمي بتعليمات الدكتور. وبكده تكون خلصت حلقتنا. يلا هنتظر رسايلكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج، وأنا هرد عليكم على طول. واستنوني في الحلقة اللي جاية، وهكلمكم عن نقص المية اللي حوالين الجنين. استنوني يا حبايبي وبرنامجكم الدايم.